السلام عليكم. النهارده الفيديو مهم جدا، ازاي نخس في رمضان. طبعا دي مشكله بتواجهنا كلنا. اول ما بنسمع ان رمضان قرب او بيدخل رمضان بنبقى خايفين ومرعوبين ان احنا نتخن في رمضان، واللي عامل دايت مش عارف هيكمل ازاي. طب هيستحمل النظام ده ولا لا في رمضان؟ طب ما انا ممكن كده جوع مش هقدر، وممكن نبوظ الدنيا، وعلى حس ان ما ينفعش نعمل دايت في رمضان بنعك كلنا وبنبوظ ونرجع من رمضان تخنانين جدا ومبوظين كل اللي عملناه، سواء عملنا او لسه هنبدا نعمل. فهقول لكم على كام خطوه كده وكام حاجه بسيطه لو عملناها باذن الله، ونظام سهل جدا ومش هنحرم نفسنا من حاجه، هنطلع من رمضان خاسين. وانا نفسي كنت بخس جدا فعلا على النظام ده، وكنت دايما بطلع من رمضان خاسه. بس قبل ما نكمل الفيديو، لاول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو ده وتقولوا رايكم في الكومنتات وفعلوا الجرس. ده نظام لدكتوره اسمها نيلي شمس، نظام حلو جدا قلت اقوله لكم. اول حاجه الاذان بيأذن، هناخد 3 بلحات وكوبايه لبن كامل الدسم، او مثلا لو هتشربي عصير، وميه اساسي. هتاخدي دول، هتشغلي بس معدتك وتصلي المغرب. ما ينفعش ان انت تقومي داخله على اكل على طول، لان معدتك بتبقى في حاله جوع جامد. فانت بس شغلي معدتك بالميه والبلح والعصير او اللبن، وبعدين صلي المغرب. بعد الصلاه بقى هنعمل ايه؟ الفطار هنقسمه على مرتين، مره قبل التراويح ومره بعد التراويح. كده كده ما بيبقاش فيه وقت طويل بنفطر وبنلاقي يا دوبك ما فيش وقت والتراويح على طول، فهنقسم الفطار على مرتين. قبل التراويح هتاخدي طبق سلطه او الشوربه، ومثلا 5 معالق او رز او مكرونه على حسب، لو يا اما رز ومكرونه يا اما عيش ومعاهم خضار مطبوخ. برضو من 5 معالق ل6 معالق، ده طبعا الكميات بالظبط على حسب الوزن. فهتاخدي الشوربه والرز او المكرونه او العيش ومعاهم الخضار، ده قبل التراويح. تمام، هنصلي التراويح. بعد التراويح بقى هتكملي بقيه الفطار، اللي هو هيبقى ايه؟ سلطه والبروتين، السلطه والبروتين، ومعاهم بقى لو طبعا ده مش كل يوم، معاهم قطعه مثلا بسبوسه، كنافه، لو في اي حلويات يعني، قطعه كده بسيطه جنب الايه، جنب البروتين اللي انت خدتيه. وطبعا ده هيبقى بعد التراويح مش وقت الفطار، بس ده مش كل يوم. يعني انا خدت النهارده حلويات وانا بحاسبه لنفسي، يعني عملت ايه وبوظت ايه، لا ولو عكيت النهارده اظبط بكره. لو خدت مره النهارده بسبوسه بلاش بكره بقى اشكل يبقى بكره كنافه وبعد جلاش لا، احاول ان انا مثلا اخلي الحلويات دي مره في الاسبوع، مش لازم كل يوم. تمام، ما قدرتش قوي ممكن تبقى مرتين على حسب، بس كميات صغيره. ده بالنسبه للفطار. لو احنا بنسهر للسحور مثلا او كده مش هننام، ممكن تاخدي سناك على الساعه 12 كده، فاكهه او مكسرات، ثمرة فاكهه او 2 على حسب يعني حجمها او على حسب سعراتها، او 2. لو مش هتاخديهم ممكن تاخديهم مع السحور. طيب ندخل على السحور بقى. السحور هيبقى بضايه، او خلي بالكم من او دي، عشان او دي ساعات بتتشال وتحط بدلها زائد، يبقى كله مع بعضه. لا، بضايه او قطعه جبنه، ومعاهم من نص رغيف يعني ربع او نص على حسب برضو الوزن، على حسب انت عايزه تخسي قد ايه، لان ده بيفرق. من ربع رغيف لنص رغيف، ومن 3 معالق ل6 معالق فول، معاهم البضايه او الجبنه اللي قلنا عليهم، ومعاهم سلطه، ومعاهم زبادي. في كام حاجه بقى معلقه عسل كده لازم تخلوا بالكم منها. الميه، شرب الميه مهم جدا طول فتره الفطار. يعني انت مهم جدا ان انت تعوضي جسمك، عشان هيقعد فتره طويله صايم، فتعوضي جسمك من بعد الفطار تشربي ميه بكميات كبيره، بس مش قبل الاكل، مش بعد الاكل على طول، ولا في نص الاكل. الميه هتبقى قبل الاكل او بعد الاكل بشويه، يعني ساعه ساعتين. تبداي بعد التراويح كده تبداي تشربي كميات ميه كبيره، تعوضي جسمك الميه اللي ما دخلتلوش طول النهار. فتره الصيام الطويله دي تعوضيها، بس مش في وسط الاكل ولا بعد الاكل على طول. الميه تبقى قبل الاكل. الناس اللي بتلعب رياضه زي ما انتوا تمام،
هنلعب رياضة يا اما قبل الفطار بساعتين يا اما بعد الفطار بساعتين، ما نغيرش المواعيد عن كده. وطبعا مش هتيجي تبدأي تعملي رياضة في رمضان ده للناس اللي هي فعلا بتعمل رياضة وعايزة تستمر عليها، مفيش اي مشكلة قبل الفطار بساعتين او بعد الفطار بساعتين. طبعا الكلام ده انا واخداه من كذا دكتورة، يعني مش من دكتورة واحدة، من كذا حد، وفيهم حاجات كتير جدا كنت بطبقها فعلا وخسيت عليها في سنين قبل كده. موضوع المية ده كنت بخس عليه جدا. موضوع الحلويات لان انا ماليش قوي في الحلويات، فكنت بخس جدا في رمضان وبطلع فعلا خاسه من رمضان. طبعا بقوم معوضه بقى في العيد كحك وبسكويت وكده فاحنا نخس في رمضان عشان نعوض بقى في العيد، يعني عشان الحبه اللي خسيناهم نتخنهم، لكن ما نتخنش عليهم في العيد بقى. ايه مش هنقدر نتكلم في حاجه، يعني احنا ميزان نفسنا. عارفه ان انا بوظت النهارده كلت زياده او من بكره معوضه او اعوض في السحور. عارفه ان انا لخبطت مثلا يوم كنا في مناسبه او في اي عزومه او في اي يعني حاجه، اي ظرف طارئ مثلا، ما قدرتيش تقاومي اكله كده بوظت لك الدنيا، اعوض تاني يوم، اعوض تالت يوم، اخلي بالي من اللي انا بعمله. يعني مش عشان بوظت مره خلاص اكمل بقى ونكمل رمضان بقى كله فري وخلاص. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وامشوا على النظام ده، بجد نظام كويس جدا. والمعلومات او الحاجات اللي انا قلتها يعني اغلبها من كلام دكاتره، مش كلامي انا او حاجه بفتي بيها، كلهم دكاتره كويسين جدا. والحاجات دي فعلا انا مشيت عليها كتير قبل كده وجابت معايا نتيجه. طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.